أستاذ علاء، تحياتي للجميع الحاضرين. والله من تسبون سيدة عائشة أو الصحابة من هذا الناحية ما أحبكم، أما من ناحية ثانية كل من قتل أو ساهم في قتل أو اعترض على طريق سيدنا حسين عليه السلام أو آل البيت لعنهم الله. هذا عقيدتي، ولكن أنا سعدت حبيت واحد ما يتعلق. أنا وحدة فدوى أروح لك. نعم، وحدة من قتل سيدك الحسين ملعون، صحيح؟ نعم 100%. هذا أمر من رب العالمين مو من عندي. إذا أنت حققت أمرين، حققت الحب للحسين والبراءة من قتلة الحسين، صحيح؟ أكيد بكل سهولة وبدون نقاش. ليش ما هذا الأمر نطبق على علي بن أبي طالب؟ نوالي علي ونبغض الذين قاتلوا علي. يا حبيبي، كل من وقف في طريق سيدنا علي وآل بيت رسول الله بأجمعهم بدون استثناء. واضح كلامي؟ بدون استثناء. ما هو حكم السيدة عائشة حينما قاتلت علي في معركة الجمل؟ أحول أمري إلى الله، لأن حاليا في أمام الله. خلي حاجيك حكاية، أخذني على قد فهمي مثل ما قال الأخ. أنا ساعد تقول بلا استثناء، شو سكت بلا استثناء. إذا وقف وإذا سيدة عائشة وقفت بطريق سيدنا علي كرم الله وجه أسد الله لعنها الله. واضح؟ لا، لو وقفت هي السنة والشيعة تقول أخونا، السنة والشيعة تقول وقفت. لا تطلع المعلات. وقفت السنة والشيعة تقول. هذا الأمر أحول إلى رب العالمين، لأن بالتالي رب العالمين هو اللي يحاسب، هو اللي كل شيء يسوي. هنا بينت موقفي، ولكن سبب سعودي. بس اعطينا مجال، خلي نقدر نعلق فد ولا سد الباب وبوجهنا. ما أحب هذا الأسلوب. آسف، أعتذر. أنت قلت حسابها إلى الله. نعم. زين، ليش قبل شوية قلت قتلة الحسين ننعلهم؟ ليش ما خليت حسابهم إلى الله؟ كلهم إذا حتى لعنهم يعني شنو معنى لعنتي؟ يعني أولا أنا كردي، يعني أكو كلمات يعني فهمي يجوز يروح بغير معنى أو ما جاي أفتهمه بصورة صحيحة. حبيب، جاي تلعنهم؟ شو العلاقة كردي عربي؟ أنت جاي تلعن، مو تقول حسابهم إلى الله. نعم. ليش قتلت الحسين لعنتهم وما قلت الحساب إلى الله؟ بالتالي كل احنا حسابنا يوم رب العالمين. بختك ما ادري ايش بيك صراحه. انا ما صعدت على هاي المواضيع. فدوا اروح لك، اعطيني مجال. طالعين مجموعه وانت طبيت لنا رون سايد. بس دقيقه، مو انت طبيت لنا رون سايد يسبون بامنا وبخالتنا والصحابه، لما نريد نحاورك بامك وبالصحابه تقول لا تدخلني بهذا المواضيع. طيب هو منو اللي جاب هذا الموضوع؟ هو انا لو انت؟ غير اللي يبي علينا. انا جبت واعتذر، بس خليني الموضوع اللي جد بي فدوه. طالعين مجموعه، يلا تفضل. انا عايش بالمانيا. طالعين مجموعه حتى أنتم يسمونكم 12 ويكفرونكم، يقولون إحنا مهديين، جماعة 12 مهديين. يعني الوضع صار لا علينا ولا عليكم ولا فد مرة. فأني طلبت من عنده، والله طلبت بينه وتناظرهم. مناظرهم العباس والحسين مناظرهم. شكرا لك. شكرا، مع السلامة. حياك الله. هي هاي. لا يا أخوي، ما أي واحد يدخل ما يعرف رأسه من رجلي، شيء غريب.